سلام البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وبصحه جيده. جبت لكم اليوم وصفه جزائريه تقليديه قسنطينيه. وصفه تستحق التجربه. اسم الوصفه هي طاجين الملوك، اسم على مسمى. بما انه رمضان على الابواب فممكن نغيروا الطاجين، نحلو بهذا الطاجين. تابعوا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اولا نبدا بالمرق. عندنا كميه من اللحم حسب افراد العائله، بصله صغيره جدا مقطعه متربيه مش مربيه يعني. عود من القرفه، قليل من الملح وقليل من الفلفل الابيض، زبده او سمن وقليل من الزيت. نقليهم منيح ونمرقوهم بماء الساخن، نمرقو حتى يتغطى معنا اللحم. طاجين الملوك المكون الاساسي تاعو هو التين المجفف او الكرطوس. نحيولو ليش الشابو تاعو ونخليوه يفور نص، يعني نص طياب فقط. نروحوا للحشوه وهي بالجوز. كانوا يحشوه بكري كعبة جوز كاملة، لكن أنا شفت الطريقة دي وعجبتني. هو نعملوا 3 كيلات من الجوز، يكونوا مرحيين شوية خشان مش رقيق، مع قليل من الزبدة وقليل من ماء الورد، ونبلو بالبياض البيض عفوا. ونديروا نص كيلة من السكر، عفوا نسيت ما ذكرتش السكر، نص كيلة من السكر. نخلطوه حتى يتلم معنا ونشكلوه كريات صغيرة، لأنه الكرتوس اللي عندي صغير جدا، يعني حاولوا تخيروا الكرتوس الكبير. المهم كمية الكرتوس اللي عندي او التين المجفف اللي عندي 250. بالنسبة للجوز عملته بقالي، يعني البنات عملت 100 جرام جوز تكفيكم بما فيه الكفاية. هنا نفتحوا الحبات. هكذا الحبات نفتحوهم على شكل بلوس يعني، فوالا. ونحاولوا نعملوا ثقب في الحبه. نحطوا ديك نحاولوا نديروهم صغار. نحطوا ديك لافاغس تاعنا تاع الجوز، نحاولوا ديما نلموهم. حنزيدو نرجعوهم للكسكس باه يطيب، بما انه فيهم البيض هنا لازم يستويو تماما. يعني نروحوا للمرق. التكيال تاع المرق هو 2 كيلات بنصف كيلة سكر تكفيكم. يعني انا عملت كيلة غربة، لكن نصف كيلة من السكر تكفيكم. الوصفة نحطها لكم في اسفل الفيديو. في الاخير بعد ما تعقد معنا لاصوص او المرق، نعملوا ملعقة من العسل. بالنسبة للعسل يريد يكون عسل حر، اللي ما عندوش يعمل العسل ذات نوعية جيدة. في الأخير نضيف نصف فنجان من الماء الورد. وشوفوا لي الريحة، وش نقول لكم، ريحة تهبل. وصفة فعلا تستحق تجربة. هنا الكرتوس بعد ما فار مليح وتخل فيه الطياب، نحطه في هذا المرق باه يتعسل معانا. كاين طريقة أخرى نعتمد هذه الطريقة فقط، فنفس الطريقة يعني تعطيكم نفس النتيجة. كاين يحطوه في مقلاة ويحطوا شكفا، يحطوا لاصوص حتى تنشف وزيد يحطوه في المرق، لكن تعطيكم نفس النتيجة صراحة. نحاولوا ما نحركوهش يعني باه يبقى محافظ على الحبة، تكون محافظة على شكلها. ديما شوفوا ديروا الطريقة هذه. وأوليكم في الأخير سبق وذكرت عفوا إنها وصفة فعلا تستحق التجربة بالنتها. علامة تحية لناس قسنطينة وتحية لناس الجزائر أينما كنتم. نقول لكم شكرا لكم، سلام.